الشيخ عبد السلام البارزاني الذي رسم بالدم طريق خلاص شعبه قبل 105 أعوام للبروفيسور المساعد الدكتور علي ميراني جامعة زاخو قسم التاريخ. تمتعت قرية بارزان الواقعة في إقليم كردستان العراق بموقع استراتيجي مهم على الدوام، إذ أن وعور طرقها وأوديتها الجبلية عملت على منح سكانها القرويين الشخصية المميزة، وتمتعوا بخصال فريدة مقارنة بغيرهم، لعل أبرزها عشقهم المتزايد للحرية وعدم تقبلهم لأي نوع من الظلم الفادح ومن أي جهة كانت. وازدادت تلك الأهمية ببروز شيوخ أسرة بارزان الدينية منذ منتصف القرن التاسع عشر إثر هجرة جدهم المسعود واستيطانه قرية بارزان قادما من أطراف مدينة العمادية عاصمة الإمارة الكردية القوية بادنان، والتي أدت أدوار مميزة طوال قرون. كل ما تقدم هيأ الوضع لأن يتصدر أبناء وأحفاد مسعود الأول الصدارة، ولأن تتحول قريتهم الصغيرة لبؤرة الحركة القومية الكردية منذ وقت مبكر. عمل أحفاد مسعود الأول بإخلاص وجد بحسب المصادر ليكونوا سندا قويا لأبناء قرية بارزان عبر مناصرة حقوق الفلاحين البسطاء، مستخدمين المنصة الدينية الصوفية كأهم واجهة للدفاع عن المظلومين المعدومين. وبرز منهم عدد من الشيوخ الكبار إلى أن وصل الأمر والمشيخة إلى الشيخ عبد السلام الأول ونجله الشيخ محمد البارزاني، اللذين سعيا بقوة لغرس مبادئ الطريقة الصوفية النقشبندية السمحة بين الأهالي، لكن بطابع محلي كردي أكثر من كونها طريقة مستوردة وغريبة عن الأهالي. ومما عزز مكانة الطريقة كان بناء تكية بارزان الصوفية في وقت لاحق كزاوية دينية ومدرسة ومجلس اجتماع استشاري في الوقت ذاته، إذ تفيد عدد من المصادر أن البارزانيون استلموا الطريقة من مولانا الشيخ خالد النقشبندي مباشرة، فيما تفيد مصادر أخرى أنها انتقلت إلى شيوخ بارزان من جيرانهم سادات النهري في شمزينان. كان الشيخ عبد السلام البارزاني الثاني أكبر أنجال الشيخ محمد البارزاني، والأكثر إدراكا لما يعانيه المحرومون من أبناء تلك المنطقة المظلومة نتيجة ظلم السلطات العثمانية وأدواتها المحلية عبر تشجيع الآغوات الذين ربطوا مصيرهم بمصير هؤلاء، والذين ازدادوا تعسفا يوما بعد يوم. عمل الشيخ عبد السلام على تمتين جبهته المحلية أول مرة، إذ ضم 6 عشائر مجاورة إلى عشيرة بروجي، وباتت تلك العشائر كلها تتسمى بتسمية عشيرة بارزان الكبيرة، والتي تميز أبناؤها بالعمامة الكردية الحمراء. وبات أبناء تلك العشائر يدينون لشيخ بارزان بالولاء المطلق ويعدون أنفسهم فدائيين له، وفي أي وقت يطلب منهم التضحية بأنفسهم دون تردد، كما طبق الشيخ مبادئه التي آمن بها في المحيط الذي يعيش فيه، ومنها تحريم قتل الحيوانات البرية أثناء مواسم تزاوجها، ومنع تقطيع الأشجار، بل إلغاء المهور الغالية، وتشجيع التكاتف والانسجام الروحي بين أتباعه الذين بادلوه المحبة والطاعة العمياء بحسب المصادر التي التقت بالشيخ وأتباعه، وأبرزهم الرحالة البريطاني بي ويكرام، والموظف الحكومي الموصلي والمؤرخ صديق الدملوجي. سعى الشيخ عبد السلام الثاني لتوسيع نطاق حركته الاجتماعية التنويرية أكثر فأكثر حتى تأخذ طابعا عاما أشمل، فكان أن اتفق مع عدد من الشخصيات المهمة في منطقة بادنان على إرسال برقية إلى الباب العالي يطالبه فيها بتحسين الحالة المعيشية للأهالي مع بعض الخصوصية للمناطق الكردية. وأصر الشيخ على أن تكون وثيقة دهوك ممهورة باسمه وحده، حتى يكون وحده المسؤول أمام الباب العالي إزاء تلك المطالب التي كانت الأولى من نوعها، ومن الممكن أن تكون سببا
وجيها لتصفيته بسبب هذه المطالب. لم يكن الباب العالي في وارد أن يلبي مطالب الكرد المحقة، بل على العكس من ذلك وجدت السلطات العثمانية المحلية في تلك المطالب فرصة سانحة للتخلص من الشيخ عبد السلام ومؤيديه ودعواته الإصلاحية، لا سيما أن أزلامهم من الأغوات كانوا قد وجدوا في الشيخ منافسا قويا لهم، وإذا استمر على ما هو عليه بإمكانه إنهاء نفوذهم على الفلاحين الفقراء. تضافرت العوامل المتعددة لقيام الشيخ عبد السلام الثاني بحركته المسلحة في العقد الأول من القرن العشرين ضد السلطات العثمانية، واستطاع إلحاق الهزيمة تلو الأخرى بهم، الأمر الذي تطلب تعاون ولايات عثمانية عدة معا للنيل من الشيخ وأتباعه، أبرزها ولاية الموصل وولاية وان، بل أن الباب العالي اضطر إلى إرسال القوات من مناطق أبعد للقضاء على حركة الشيخ، والتي باتت تسيطر على معظم منطقة العقرة التابعة لولاية الموصل، إذ كان المسلحون الكرد ينطلقون من سفوح الجبال القريبة ويوقعون الهزائم بالجيش العثماني، والأفراد المحليون التابعون لهذا الجيش بكل جدارة وحنكة عسكرية. أدركت الدولة العثمانية أن خطر الشيخ عبد السلام يتعاظم يوما بعد يوم، لذا صممت على إنهاء حركته المسلحة بأي وسيلة كانت، فكانت أن أمرت واليها على الموصل سليمان نظيف باشا بحشد أكبر قوة من الجيش للتصدي للشيخ. ومع ما تقدم لم يكن بالإمكان هزيمة الشيخ لولا خيانة أحد الأفراد المحليين في شرق كردستان، والذي كان قد صمم على أن يبيت الشيخ مع عدد من أتباعه في قريتهم أثناء عزم الشيخ التوجه إلى لقاء القنصل الروسي في تبليسي من أجل طلب الأسلحة منهم في حربه مع العثمانيين. جرى إعدام الشيخ عبد السلام في 14 من كانون الأول عام 1914 في مدينة الموصل، إذ يذكر المؤرخ صديق الدملوجي الذي كان هو الآخر مسجونا وقت ذاك كيف أن الشيخ كان يفكر بأهل بيته والأهالي وهو بانتظار صدور حكم الإعدام في أي لحظة، ويروي كيف أن أحد الشبان الكرد من أتباع الشيخ صاح والحبل ملفوف حول عنقه: عاش شيخي الموت لأعداء شعبنا. أكمل أخوة الشيخ الطريق الذي رسمه بالدم، ورحل وهو في ريعان شبابه وفي أوج عطائه الروحي والاجتماعي والسياسي، لا سيما أخاه الشيخ أحمد البارزاني، ومن ثم أخاه ملا مصطفى البرزاني قائد الثورة الكردية الأبرز في التاريخ الحديث والمعاصر للشعب الكردي.